وورنر براوز أطلقت إعلانا لفيلم ماينكرافت، وكشخص أحب اللعبة وأنتظر فيلما لماينكرافت من شركة عالمية كنت متحمسا للغاية للإعلان، ولكن عندما شاهدته شعرت بنوع من الإحباط. أولا، أنا كنت أنتظر أن يكون الفيلم عبارة عن أنيميشن، لكنهم قرروا أن يكون واقعي. لماذا؟ لا أعلم. الواقعية لا تناسب ماينكرافت مطلقا. ثانيا، دمج الواقعية بالسي جي آي لا يبدو مثاليا، مما جعل الفيلم يبدو وكأنه للأطفال، وهو غالبا للأطفال، وأغلب معجبي ماينكرافت قد كبروا في السن بالفعل، وبالتالي لا أتمنى أن يكون للأطفال فقط، أتمنى أن يكون مناسبا لكل الأعمار. ولكن في رأيي الشخصي تصميم الموبز أو الوحوش والكائنات ليس سيئا، يبدو مثيرا للاهتمام، ربما يبدو غريبا صحيح لكن مثير للاهتمام. ماذا عن ستيف، الشخصية الرئيسية للعبة؟ تفضلوا، هذا هو ستيف. I'm Steve. قد لا يحب مجتمع ماينكرافت كون ستيف رجلا عجوزا، ولكن أرى أن لهذا علاقة بالقصة. الواضح أن ستيف هو إنسان مثل الشخصيات الأخرى التي دخلت لعالم ماينكرافت قادمة من العالم الواقعي، إلا أن ستيف دخل قبلهم بوقت طويل وأصبح محترفا في العيش في هذا العالم. وهذا النوع من القصص يذكرني بفيلم جومانجي الجديد، وأنا لا أحب جومانجي الجديد كثيرا، وأتمنى أن أكون مخطئا وأن تكون القصة أفضل من هذا بكثير. على العموم، رغم كل هذا الإحباط ما زلت مستعدا لمشاهدته، وهذا ذكاء من الشركة اختيارها لماينكرافت. رغم أن المؤشرات تقول أنه سيكون سيئا، إلا أنه في النهاية سيحتوي على ماينكرافت، وجميع الناس من جميع الأعمار يحبون ماينكرافت، وبالتالي الجميع سيشاهد، وبالتالي الكثير من الأموال. وفي هذه الأيام أصبحت الشركات العالمية لا تحتاج لقصة أصلية قوية أو إنتاج مثالي لتربح الأموال. كل ما تحتاجه هو حلب الأفلام السابقة واستغلال الألعاب والأعمال المشهورة كأفلام ديزني الواقعية السيئة، وهذا كل شيء. لا تنسى الاشتراك إذا عجبك المقطع، وإلى اللقاء في مقطع آخر إن شاء الله.